المغرب، الشعراء، السادة أعضاء الجمعية، حضرات السيدات والسادة، الذي كان حديثكم هو أستاذ ودبلوماسي والصديق والكاتب العام لجمعية علماء المعهد الحر، أستاذ ياسين خطيب، وهو زميل الدبلوماسي والأديب والمؤرخ والمترجم الراحل عبد اللطيف خطيب، الذي سبق له أن عمل مستشارا في ديوان السلطان محمد الخامس وفي ديوان الملك الراحل حسن الثاني، الذي عينه بعد اشتغاله في سفارة مدريد، عينه سفيرا في البرازيل، وهو المترجم الذي قدم لنا نفائس وكنوز الأدب الإسباني منذ الخمسينيات، وهو أيضا الذي قدم لنا دراسات تاريخية شافية وخاصة عن مدينة ستة. هو الذي سيعين فيما بعد عاملا على إقليم تطوان، وما أدراك ما إقليم تطوان يومها الذي كان يمتد من سفح ترها إلى سفح ستة. وأذكر تلك السلسلة من المقالات سواء في مجلة تطوان التي صدرت في الخمسينيات، مقالاته في مجلة تطوان أو في دعوة الحق عن تاريخ ستة ومغربيتها، كما كان المرجع والعمدة بالنسبة إلى الدولة المغربية في الستينيات والسبعينيات في كل ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى إلى، وهو الخبير الخبرة والمعتمد في هذا الملف الذي تسلم المغرب نزاعه المفتعل من المستعمر الإسباني يومها. حضرات السيدات والسادة، نجدد الترحاب بكم في هذه المكتبة الرخيصة، هذه المكتبة التي تتشكل من طبقات من مكتبات تطوانية، بدأت بمكتبة الطريس مرورا بمكتبة الفقيه والأديب النبار، ومكتبة الأستاذ أحمد بن جلول صاحب الذي تحمل هذه القاعة اسمه ومسماه، ومكتبة الإسبانية للأستاذ بن عبد الجليل، ومكتبة الإعلام الكبير مهدي بن نونة، وقائمة طويلة وجميلة. نلتقي اليوم في هذه الشراكة التي تجمعنا مع جمعية علماء المعهد الحر في سياق يسري انفتاح مرشح على مختلف هذه الفضاءات الثقافية الجميلة بمدينة تطوان، التي نستعيد ونحن نحضر في هذه الفضاءات نستعيد ذاكرة جديدة سليمة تالية لهذه المدينة القادمة، هذه المدينة الشاعرة دائما يوما وابدا. اليوم سوف نقدم الشعراء الحاضرين. لماذا؟ اولا لانني قدمتهم من ذكرهم، وثانيا لان بيننا اصدقاء لهم هم الذين سيتولون تقديمهم من خلال تقديم شهادة في حقهم، ولعل هذه ذريعة لحسن التخلص من مخلص وطرطرته وكبائره. والبداية ستكون على إيقاعات عازف قيثار أستاذ والصديق وعضو الجمعية أيضا جمعية علماء المعهد الحر أستاذ فنان جواد الطوف، على إيقاع قيثارته سوف ننصت بداية للشاعر نجيب خضاري، ثم للشاعر عبد الحق محمود، ثم بالإسبانية للشاعرة نسرين بالعربي. كما
سوف لن أقدم الشعراء المشاركين معنا. نجيب خلابي اسمه يثبته وقصيدته تقدمه. ما سأقوله له الآن هو عيد ميلاد سعيد.